انا طول عمري كنت عايز اعمل فلوس. عشان كده لما الاجازه اللي فاتت جت، قررت ان انا اتعلم مونتاج، وقررت ان انا اتعلم جرافيك ديزاين. وقعدت ان انا اسمع فيديوهات على اليوتيوب وكده، عشان سمعت الناس بتقول تعلم المهارات مفيد ومهم، وهو اهم حاجه دلوقتي. عشان تكسب فلوس من على النت اهم حاجه ان انت تتعلم مهارات. فقلت تمام، ودخلت وبدات اتعلم مونتاج. وقعدت حوالي سنه بتعلم مونتاج وجرافيك ديزاين او اكتر كمان يعني. في الاخر للاسف معرفتش اكسب منهم اي فلوس خالص. فانا اقول لك ازاي في الفيديو ده، لو انت عندك مهارة او لو انت عايز تتعلم مهارة، ازاي تعرف تطلع منها فلوس، لان فعلا دي نقطة ناس كتير بتغفل عنها. وبيتعلموا ما شاء الله، بيقعدوا مثلا سنة 6 شهور، فترة كويسة يعني. في الاخر ما بيعرفوش يطلعوا فلوس زي ما هما فاكرين، وبيفتكروا ان الحاجات دي ما بتطلعش فلوس في الوقت الحالي. فمعظم الناس دي بتقع في مشكلة كبيرة جدا، ان هي اول ما بتخلص تعلم او هما بيتعلموا اصلا، بيروحوا بيكون كده في مواقع اللي هي العمل الحر، اللي هو فايفر واب وورك، مواقع كده، او في موقع اسمه خمسات برضو، ده موقع عربي. بيدخلوا ويملوا فيه البيانات وكده. هو طبعا الحوار ده صعب شوية ومليان حاجات، لازم يعني تسمع عليه فيديو عشان تفهم النظام وكده. فهم بيروحوا يعملوا الحوار ده. بعد ما بيخلصوا يملوا البيانات وكده، بيبقى لسه عندك حساب جديد، فاهم انت، اللي هو مفيش اي بروجكتات قبل كده. بيبقى اسمه بورتفوليو، فاللي هو بيبقى اصلا مصفر عندك، لان انت ما بيبقاش لسه عندك اي شغل. فبتضطر ان انت في البدايه تشتغل ببلاش، وفي البدايه طبعا مش بيجي لك عملاء زي ما انت فاكر. لان انت اصلا على منصه، فالمنصه دي فيها ناس جامدين جدا. وطبعا الكلاينت او الزبون عايز، الشخص اللي بيجي يعني عايز الخدمه، هو بيبقى عايز شخص بيديله اعلى قيمه، اللي هو يعني بيبقى عنده اعلى تقييم في البرنامج، وباقل سعر ممكن. فانت اصلا حتى لو انت بتعرف تمنتج احسن منهم، او بتعرف تعمل صور مصغره احسن منهم او ايا يكن، ده مش باين في التطبيق للأسف، لأنك لسه التقييم بتاعك قليل. فعشان كده أنت محتاج تقعد تعمل نماذج مجانية للناس، وطبعا ده هيستهلك منك وقت ومجهود عشان توصل للناس اللي بقالها سنين حرفيا في المجال. فالموضوع ده صعب. فأنا بقول لك المواقع دي كويسة بس مش في البداية. فأنت في البداية ممكن تعمل إيه؟ في البداية وأنت بتتعلم ممكن تبدأ تعمل سوشيال ميديا. تمام. تبدأ لو أنت مثلا بتتعلم مونتاج، فالمونتاج ده أكيد هيفيدك أنت في السوشيال ميديا اللي أنت بتبدأها. أنصحك إن أنت تبدأ مثلا بمواقع فيها ريلز، زي مثلا التيك توك أو الانستجرام، هيفيدوك في الأول لأن أنت بتوصل لجمهور بسرعة قوي. فممكن تبدأ بدول، هيفيدوك جدا. تمام. هتبدأ بقى تنزل محتوى، هتشوف يعني، هتبدأ بقى تدرس المنافسين، الناس بقى اللي في المونتاج بينزلوا الفيديوهات ازاي. لو انت مثلا اتعلمت عن الجرافيك ديزاين، الناس بينزلوا فيديوهات ازاي، وهكذا، فاهم. هتلاقي الدنيا حلوة يعني، وهتلاقي فيه فعلا ناس، لو بحثت هتلاقي يعني. فهتبدا تشوف ازاي بينزلوا فيديوهات، وهتبدا تحاول تعمل زيهم. ما انت كده كده متعلم المهاره نفسها، فالموضوع مش صعب عليك. فلو انت بتتعلم مثلا مونتاج، هيبقى الموضوع مش صعب عليك، هتمنتج الفيديو بتاعك عادي جدا. تمام. بعد ما تخلص بقى هتبدا تنشر. في الاول طبعا هيبقى الدعم ضعيف وكده، لازم برضو تتعلم جنبها ازاي تدير حسابات السوشيال ميديا والكلام ده، فاهم. لان الحاجات دي طبعا هتسهل عليك جدا، وهتخليك توصل لعدد ناس كتير يعني. فانت تتعلم الموضوع ده، مش هياخد معاك وقت، هتلاقي نفسك مره ولا مره بتبدا تبني جمهور. بعد كده تبدأ تفهم الجمهور بتاعك دول ايه المشاكل بتاعتهم، ايه اللي هم عايزينه، ايه شكل القيمة اللي هم عايزينها، او شكل المنتج اللي هم عايزينه. عايزين ايه الطريقة اللي بيحبوها في المونتاج مثلا، او الصور مصغرة او ايا يكن. فتبدأ بقى تعمل كوميونتي للناس دول. هتبدأ بقى تشارك خبرتك معاهم، تبدأ تكسب ثقة الناس دول. في الكوميونتي اللي انت عملته، الكوميونتي ده بيكون عبارة عن جروب، زي مثلا جروب تليجرام او جروب واتساب او ايا يكن، فاهمين. تبدأ تجمع فيه الناس، تتكلم معاهم، تتكلم معاهم بجد كأنك اخوهم يعني. تبدأ تفهم الناس دول بيفكروا ازاي، تبدأ حتى تكسب منهم خبرات. هتلاقي ناس بيشتغلوا في نفس مجالك، الناس المهتمة فعلا هي اللي هتدخل، فانت ممكن تلاقي فئة كبيرة اصلا بيحبوا نفس الحاجة اللي انت بتحبها، فاهم. فتبدأ تتعلم منهم، تبدأ تتعاون معاهم، الكلام ده كله. فالموضوع هيكون كويس جدا. بعد ما تفهم مشاكلهم وكده، تبدأ بقى اللي انت تعمل لهم، تبدأ بقى تعلمهم، او تبدأ مش تعلمهم، تبدأ بقى تعرض عليهم خدمتك اللي هو المونتاج مثلا. انت خلاص فهمت الناس دي وعرفت دماغها، فالموضوع مش هيكون صعب عليك، انت عارف هتعرض الخدمة وخلاص، هما وثقوا فيك اصلا. فهتبدأ بقى تبيع. بعد ما تبيع بقى وكده، فاكر المواقع اللي قلت لك عليها في الاول، اللي هي مواقع العمل الحر. هتبدأ بقى تنقل الناس على هناك، تقول لهم طب يعني انا عايز مثلا حد يقيم لي هناك، يطلب مثلا مني طلب هناك او كده مونتاج، ويقيم لي الدنيا. فبرضه تبدأ ترفع تقييمك هناك. فالموضوع هيبقى معاك سهل، وهيبقى معاك كده شغل في ناحيتين، مواقع عمل حر والجمهور اللي معاك. تمام. فدي كده هتكون فعلا احسن طريقه ان انت تبدا تكسب منها. هو طبعا الموضوع مش بالسهوله اللي انا قلت لك عليها دي، بياخد وقت، لان انت بتبني جمهور، والجمهور ده اصل او اسد. فالموضوع ده بياخد معاك وقت طويل يعني. الموضوع مش بالسهوله اللي انتوا فاكرينها، بس هو برضو مش صعب.
ولو انت بدات من دلوقتي هيبقى احسن. يعني انت لو بدات من دلوقتي، بدات تتعلم وجنبها فتحت السوشيال ميديا وبدات تفهم ازاي تدير حسابات السوشيال ميديا، الموضوع فعلا هيفرق معاك على المدى الطويل. يعني مثلا خلال شهرين 3 4 ده هتلاقي فعلا ان في ناس دخلت وناس اهتمت، وفي نفس الوقت هتكون انت لسه بتتعلم او خلصت تعليمك في الحاجه دي، فالموضوع هيكون كويس جدا وهتلاقي فرص شغل حلوه يعني. فهو ده اللي انا كنت عايز اتكلم عليه النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك وكده. لو عجبك طبعا انزل اكتب كومنت، حط لايك، قول لي رايك، شوف الفيديوهات اللي فاتت وكده يعني. وان شاء الله اللي جاي هيكون احسن واحسن. لسه في الاول، لسه بنتعلم وكده، بس ان شاء الله دعمنا واللي جاي هيكون احسن يعني. يلا، عايز حاجه يا برو؟ سلام.